ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. راجعه لكم النهارده ان شاء الله بفيديو جديد، بس يلا صلي على الحبيب لاجل قلبك يطيب، ونصلي على النبي كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. جاي لكم النهارده بروتين قوي جدا جدا جدا. هنعمل فيه روتين في المطبخ كده، ونعمل غدا اكل خفيف كده. برضك انتوا عارفين ان الحر الايام دي شديد قوي، فطبعا ما بنبقاش حابين الوقفه في المطبخ. دي كان مكرونه يعني عندي، كان خلاص محدش هياكلها تاني، فحطيتها كده في كيس علشان خاطر ايه، تروح للطيور وكده. المهم كده قلت الم المطبخ. المهم احنا الايام ديت ما بنقفش في المطبخ كتير، الحر وكده، فبنبقى عايزين نعمل وجبات خفيفه كده. قلت بقى ايه، فضي الحله. هو ما كانش عندي مواعين كتير، حاجات بسيطه كده. بحطها في الحوض علشان خاطر لما يجي ايه، وقت لما يجي اغسل المواعين وكده. قلت ابتدي بالبوتاجاز. البوتاجاز عايز اعمل له روتين قوي، بس يعني لما انزل اجيب فويل عشان مش عندي فويل. عشان انا بحب لما اعمل البوتاجاز اروح مغلفاه بالفويل على طول، العين اللي في النص دي على طول. فانا مش عندي، اول ما انزل هجيبها. وايه، ونعمل روتين عميق كده. بصوا، وهنرجعه فله. بصوا، غسلته هنا باللهلوبه. اللهلوبه بتدي ريحه ولمعه حلوه جدا جدا للبوتاجاز، للستانلس عموما. جميله جدا جدا جدا، ومش هتضرلك الاستانلس، تمام؟ يعني ما بتعملش لون او بتغير لونه او حاجه، بتبقى جميله جدا جدا جدا. المهم دعكتها كده. وبعد كده بلمه بقى. بلم يعني الصابون وكده، وبحط بديله لمعه بقى ايه، بالجلانس. انا بقى هستخدم جلاسي. بس كده. لمعته كده بقى يعني بفوطه قطن كده عندك. بصوا بيرجع يضوي. طبعا وانت بتعملي البوتاجاز كده، انا عندي هنا الازاز بتاع البوتاجاز مش موجود، فببقى باخد معاه السيراميك اللي هو ورا البوتاجاز، علشان خاطر السيراميك ما يبقاش عليه دهون خالص. بصوا انا ما فيش دهون في المطبخ الحمد لله، يعني على طول ايدي فيه، فما فيش دهون على طول. بصوا هنا كده التربو انا حاطه عليه مفرش عشان برضك ما يبقاش فيه دهون ولا حاجه. حتى هو بصوا تحتيه نضيف زي الفل ازاي، عشان برضك ايدي فيه على طول. حاطه عليه المفرش ده علشان خاطر ايه، هو نوعيته حلوه وضد النار، يعني ما بي يعني ما ضد النار يعني. وبلاستيك حلو جدا جدا جدا. فحطيته فيه كده علشان خاطر برضك ايه الدهون وكده، لغايه ما اجيب ايه واحد جديد ان شاء الله. مفرش جديد يعني اغيره، يكون ديكور تاني غير ديكور رمضان يعني. بس كده. قلت بقى ايه، المع الرخام، امسك الرخام المعها. الرخام الاسود دوت بيبقى بيجي التراب فيه على طول، يعني هو كل يوم بيتلمع وكل يوم بيطرب فلازم تبقى ايدك فيه. بصوا التراب والله كل يوم بيتلمع. عموما جبت برضك الليفه وغسلتها، غسلت الرخامه كده. وطبعا برضك بتاخدي برضك حته اللي هي السيراميكا معاكي دي، هتلاقيها على طول ما تجمعش معاكي دهون ولا حاجه ويعني وبترجع بتضوي كده على طول. انتوا عاملين ايه في الحر ده؟ قولولي. بجد الجو يعني صعب، بس هو بقاله كام يوم كده يعني احسن من الاول، يعني درجة الحرارة احسن من الاول. وطبعا عاملين ايه في النور اللي بيقطع كل شوية. كانوا البنات بقى كانوا بنتي الكبيرة كانت بتجيب حاجة من تحت يعني، وبنتي الصغيرة بتفتح لها وكده. المهم، فهي بتكلمني ساعتها وبتقول لي يعني ايه، انا جبت كذا وجبت كذا. رجعت كده الحاجة مكانها. ال الكاتل كان متلمع اصلا وكان نضيف. والمج دوت بتاع النسكافيه، بعمل فيه النسكافيه وبعمل فيه الايس كوفي وكده. دي الحاجة اللي كانت بنتي جابتها لي، يعني ايه قلت اشيلها. يلا بقى نلمع الرخام. بصوا مطرح اي ايد بصمة، اي الحاجات دي كلها ايه، بترجعيها زي الفل كده معاكي. كل يوم والله بنعمل مرة واتنين. الرخامة دي لازم علشان خاطر المطبخ مفتوح. وطبعا اكل وكده، فلازم تدعك كل شوية. بس كده هنلمعها بقى، وهنلمعها برضك انا بحب الرخامة جدا بتلمع، وبحط يعني بلمعها كمان بالجلانس بتاع الازاز. بجد بتديها لمعة كده حلوة جدا. اهو الجلانس برضك بلمعه بيها.
وبعد كده هخش بقى ايه على الحوض. لا هلمع الميكرويف كمان. الميكرويف دوت عشان خاطر بصوا يعني هو البتاع بتاعه ازاز مرايه، اقل حاجه بتبقى فيه بصمه كده، بصمات الايد وكده، فلازم بيتلمع كل يوم بردك عشان هو في الواجهه، فيعني ما ينفعش ان هو يتساب كده على طول. قلت بقى اغسل شو، بصوا حاجات بسيطه خالص يعني المواعين، فقلت اخلصهم بردك ويبقى كده المطبخ خلص، ابتدي الغدا على نظافه. وانا اليوم دوت كنت مروقه الشقه ومخلصاها، ما كانش في اي حاجه يعني، حاجات كده بسيطه خالص في المطبخ زي ما انتوا شايفين، عملتها وخلاص على كده. الجو دوت بيبقى عايز ايه بقى يعني، يعني ما الجو دوت ما بتفكريش فيه في اكل وكده، بتبقى عايزه مشروبات، عصاير، حاجه كده ترطب، اي حاجه فاكهه، كده ايس كريم، الحاجات دي. انما الاكل ما بتفكريش فيه كتير، يعني ما بتبقيش عايزه كتير اكل، بتبقى عايزه مشروبات بس. يعني بقى طبعا ايه، طالما في اطفال وكده لازم بردك ايه تعملي بردك اكل كده ايه حتى لو خفيف، ان الاطفال بردك دي تاكل وكده. عملت لهم النهارده اكله حلوه جدا، وجبه حلوه وسريعه وهما بيحبوها. وبرضك ما وقفناش كتير في المطبخ، بصوا ده كله ما خدش مننا يعني ساعة بالظبط مثلا، كان الاكل جاهز، كمان ساعة الا كان الاكل جاهز وكل حاجة تمام. والمطبخ كان راح زي الفل وخلص بسرعة وما شاء الله يعني. انا بحب جدا فكرة المواعين ديت، بحب الرغاوي. من زي بقى اللي زي بيحب الرغاوي والغسيل المواعين كده يقول لي في الكومنتات، ويكتب لي ويقول لي ويحط لايك. معلش بقى انا بغيب عليكم فترات طويله والله يعني، بصوا هو الحر وتحس ان هو زهق، هو زهق كده تخليك ايه، ما يعني ما بتعملش زي الاول، وفي نفس الوقت كمان القناه ما احبطوني كده، اللي هو ايه بقى مفيش حاجة جديدة يعني، ما مش شغالة، تحس ان هو ايه مهما تعمل فيها وهي برضك زي ما هي. حطوا بقى لايك عشان برضك القناة الفيديو يرتفع، ويمكن ربنا يسهل كده ويعمل حاجة. غسلت كده الحوض برضك باللهلوبة، اللهلوبة حلوة جدا وريحتها جميلة، انا جايباها بريحة الليمون، حلوة جدا وبتدي لمعة للاستانلس حلوة جدا زي ما انتوا شايفين. كمان الحوض، واللي بيدي لمعة للحوض كمان يا بنات الكولريكس الجل جميل قوي برضك، جربته بيدي لمعة للحوض حلوة قوي. عايزة في يوم نبقى نتكلم على المنظفات ونقول المنظفات اللي انا استخدمتها وعجبتني، نتكلم عليها كده واحدة واحدة. انا كنت مطلعة في ان الفريزر بانيه، قلت ايه انا كنت غسلاه من قبل ما احطه في الفريزر اصلا، بس قلت ايه زياده يعني زياده كده، رحت حاطه له عصير يعني ليمونه عصرتها حطيتها بقشرها كده زي ما انتم شايفين، وهحط كده معلقه جنزبيل بيضيع اي ريحه ومعلقه دقيق، وهسيبهم كده منقوعين شويه لغايه ما احضر لهم التتبيله بتاعتهم. هنعمل النهارده تتبيله حلوه جدا للبانيه من بواقي التلاجة زي ما بيقولوا. غسلت ايدي كده بالهندوش ده، قلت ايه بقى طالما بقى حطيت البانيه يتنقع، قلت هرطب كده على قلبي شويه وهعمل لي ايس كوفي. حطيت كده كيس نسكافيه والسكر، وهحط نص كوبايه اللبن كده. وبعد كده هعملها بالمج ده، بتعمل وش جميل جدا جدا جدا، وكان سعرها يعني حلو مش وحش، يعني حوالي 100 جنيه او حاجه وتسعين، يعني 95 98 حاجه زي كده. بس جميله جدا، بتعمل وش الايس كوفي حلو قوي. وبعد كده اروح حاطه التلج، مكعبات التلج، وهزود لبن، بس كده. مفيش اسهل من كده حاجه بقى ترطب عليكي كده في الجو ده. وبعد كده هنرجع ونشوف هنعمل ايه. هنا بقى كده كان عندي اللبن ده كان لبن رايب،
كنت عيناه يعني، كنت ايه علشان اعمل بيه قرص ولا حاجه، بس قلت هم دولت قليلين مش هينفعوا للقرص، فقلت ايه اعمل بيهم، هتبل بيهم البانيه. بجد كانت تتبيله حلوه جدا. حطيت اللبن دوت، اللبن الرايب ده، وحطيت بابريكا، فلفل اسود، 7 بهارات، جنزبيل، كزبره ناشفه، كركم. بس كده. اه وهحط سماق. الاخر ده كان سماق. وهقلب بقى، وهحط معلقه خل والملح. هقول تاني: بهارات: بابريكا، شطه شطه حاره، فلفل اسود، جنزبيل، 7 بهارات، كركم، كزبره ناشفه، سماق. تمام. هقلبهم بقى مع بعض كده. وطبعا حطيت ملح ومعلقه ايه ومعلقه خل ابيض. قلت بقى ابتدي بال الرز البسمتي. حطيت هنا كده معلقتين زبده، ويعني 3 مكعبات صغيرين، وحطيت معلقتين زيت علشان الزبده ما تتحرقش. وحطيت بصلايه صغيره وسط، هي بصلايه وسط، حطيتها كده، قطعتها كده مكعبات صغيره، وحطيتها كده. وهحط بقى ايه قرفه خشب، وهحط اللهم صل على سيدنا محمد، صلى على النبي يا بنات. هحط بقى ايه حبهان. وهحط فصين مستكه، هحط 3 فصوص حبهان، فصين مستكه. هحط كام واحده كبابه صيني، وطبعا القرفه الخشب. وهحط كام ورقه لورا، وهحط بودره زعفران، وهحط ربع معلقه قرفه ناعمه، وهحط اللهم صل على سيدنا محمد سنة فلفل اسود، وسنة 7 بهارات، بس كده. حطيت هنا البسلة كنت مفرزاها، حطيتها كده على البتاع، على البصل، وقلبتها تقلبتين. وكده نزلت بالرز بردك. الرز ده هندي ذهبي، حبة طويلة. وبعد كده رحت حاطه، اني كنت نسيت ان انا احط الكركم، وانا بحب الكركم جدا في الرز البسمتي. وحطيت مكعبين مرق صغيرين، وحطيت ملح، ونزلت بالميه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. هسيبهم بقى كده. كل كوبايه رز بحط لها كوبايه، من كوبايه ونص لكوبايتين ميه. طبعا كل نوع رز بيختلف عن النوع التاني. انا بحط كوبايه ونص، ولو احتاج تاني بروح مزوده له نص كوبايه ميه سخنه. تمام. تمام. هنا بقى قلت ايه اعمل الفيجيتار للبانيه. انا كنت جايبه هنا كيسين كنور فيجيتار حار، وحطيت عليهم معلقه نشا ومعلقه واحده دقيق، معلقه واحده نشا ومعلقه دقيق، وهقلبهم مع بعض كده، وهعمل بيهم البانيه. بجد كان رائع رائع رائع، وطعمه حلو جدا 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 المره دي. بس كده. انا بحطه بقى، بطلعه من التتبيله على الدقيق، ولا هعمل بقى بيض ولا هعمل حاجه. بجد تتبيله جميله جدا، وفي نفس الوقت موفره، وما فيهاش لا بيض ولا اي حاجه. مش عندك لبن؟ ممكن لبن عادي، معلقتين لبن ممكن. ما فيش لبن خالص، انا عندي التتبيله التانية اللي انا بعمل بيها البانيه. بحط بصلايه، طماطميه، قرن فلفل في قلب الكبه. وبعد كده بروح حاطه عليهم التوابل اللي انا حطيتها النهارده على اللبن الرايب. وبعد كده وعصره ليمون، وخلاص على كده. بتبقى بجد تتبيله حلوه جدا. كنت مقطعه بطاطستين كده عشان احمرهم مع البانيه. وبدات بقى كده اقلي في البانيه بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. الرز نقلته كده، هديت النار عليه ونقلته. وهنا كده كنت بقلي البانيه. قلت بقى اعمل لهم بقى مشروب حلو كده برضك يطري على قلب البنات في الحر ده، يعني يشربوه بعد الغدا. جبت منجايه، قشرتها زي ما انتوا شايفين كده. وهنعمل لهم عصير مانجا. طبعا المانجا ده موسم، والمانجا محدش بيقدر يقاومها بصراحه. بس اهم حاجه بقى عليكم بالميه، عشان بردك موالح، عليكم بالميه الكتير عشان ما تاثرش عليكم. بس كده. هقشرها بقى. وطبعا المانجا عايزه ميه ساقعه وعايزه تلج. وهتعملي احسن عصير.
زي ما انتوا شايفين بقى كده. طبعا بجيب اللحم بتاع المانجا كده وهحطه في الخلاط. كل شويه كنت بغسل ايدي وبروح اشوف البانيه علشان اطلعه، عشان هو كده مفروض كان يطلع. حطيت السكر وهحط مكعبات التلج وهحط ميه ساقعه وهضربها في الخلاط وبس كده. بس بقت زي الفل اهيت وبقت عصير. بصوا غمضت عينك وفتحتيها بقت عصير اهي. البانيه كمان كان طلع وخلص، وقلت بقى كده اعمل لهم بردك ايه الكولمن علشان خاطر يشربوا ميه ساقعه. بدل ما كل شويه بقى يفضلي الازايز وافضل املى واعمل، فقلت اعمل لهم الكولمن كده على طول. طلعت لهم تلجايه ومليت الكولمن ميه نضيفه، غسلته ومليته. وهحطه لهم بقى كده التلجايه في قلبيه. وطبعا التلجايه انا حطيتها خلاص، وهو كده بيتملي. وهو اتملى اهو ما شاء الله. وبعد كده هروح ايه غرفه بقى كده علشان خاطر نتغدى. بصوا الرز ما شاء الله مفلفل وحاجه وطعمه روعه وريحته جميله جدا جدا جدا. طبعا بنحط زبده عشان الطعم وبنحط زيت عشان اللمعه بتاعه الرز. غرفت كده طبق الرز، وكان البانيه كمان تمام استوى. والبطاطس اهي كمان كانت جايبه بهارات البطاطس دي كانت سايبه جميله جدا جدا جدا. حطيت كده عليها على البطاطس. بس كده ده الغدا بتاعنا. يلا هنروح نتغدى وهنرجع تاني. بنتي بقى كانت بتخطف البطاطس. يا رب الغدا بتاعنا يكون عجبكم. بعد الغدا بقى كده لازم نرتب، نصب بقى العصير المانجا